أهلا وسهلا بكم. أنا محمود صبحي، والنهاردة هنبدأ درس جديد من سلسلة تعلم الإليستريتور، وهنكمل باقي شرح الأدوات. في الدرس اللي فات شرحنا لاين تول والأدوات اللي موجودة في قائمة اللاين تول وطريقة استخدامها. النهاردة هنبدأ على الراوند ريكتانجل تول. شرحنا في الدرس التاني الريكتانجل تول وطريقة تعريف الكنترول بانل. هنشرح باقي الأشكال اللي موجودة في قائمة الشيب على الريكتانجل تول. أول أداة معانا أداة الراوند ريكتانجل تول، هنختارها. اختلافها عن أداة الريكتانجل تول اختلاف بسيط، إن الزوايا دائرية، الزاوية مستقيمة، وده اتعرفنا عليه إن إحنا عندنا الأنكر بوينت في ستريت وفي راوندد، وتعرفنا إزاي نحول الأنكر بوينت من ستريت لراوندد في الدرس. ولو ما شفتش الدرس هيظهر اللينك في أعلى الشاشة، ممكن ترجع وتشوفوا طريقة التعديل على الكنترول بانل، ونفس اللي طبقناه في الدرس التاني في التعديل على الكنترول بانل والستروك بيتطبق على جميع الأشكال. يعني لو أنا غيرت لون الستروك بالشكل ده، وده كله شرحناه بالتفصيل في الدرس التاني. هنيجي الشكل اللي بعد كده الإليبس تول، الشكل الدائري. لو ضغطنا على شيفت هتيجي دايرة متكاملة بشكل متكامل متناسق. طيب لو أنا محتاجها بشكل بيضاوي، ما بضغطش على شيفت، وأنا شغال ما بضغطش على شيفت. أما في حالة إن أنا ضغطت على شيفت هنلاقي إن هي ظهرت معانا بالشكل ده. بعد كده البوليجون تول، الشكل المضلع. طبعا لما أحب أزود عدد النقط بالسهم الأسفل أو الأعلى بغير وبزود عدد الأسهم. دلوقتي أصبح معايا شكل دائري كامل. ولو لاحظنا هنلاقي إن في أكتر من أنكر بوينت معانا، في ممكن نستخدمه في التعديل عليه إن احنا نطلع منه أشكال كتير زي ما احنا مش شايفين كده. طبعا كل ما هتعدل الأشكال كل ما الشكل هيتغير معاك، ده عشان في أكتر من أنكر بوينت أقدر أتحكم فيهم. أما هو في الشكل العادي، طيب لو ضغطت ضغطة واحدة زي ما اتعرفنا، كليك شمال بالماوس، هيظهر لنا المساحة اللي احنا بنرسم عليها. يعني مثلا لو كتبت 1000 بكسل وعدد الأنكر بوينت أو عدد الأضلاع هنقول له مثلا خليه 7، نقول له أوكي، هيظهر معانا بالشكل ده. وبنفس الطريقة أقدر أتحكم في كل أنكر بوينت بشكل مستقل زي ما احنا شايفين. دي أداة بوليجون تول. بعد كده الستار تول، بنفس الطريقة حبيت أزود الأنكر بوينت بالسهم العلوي أو أقللها بالسهم السفلي. كده جبنا شكل المثلث. لو حبيت أزود عملنا نجمة رباعية زي ما احنا شايفين. طب لو أنا ضغطت ضغطة واحدة بالماوس هتظهر لي المساحة الخارجية راديوس 1 وراديوس 2 وعدد الأضلاع. يبقى كده خلصنا أداة الستار تول. وطبعا قائمة كنترول بانل زي ما شرحنا في الدرس التاني اللي بتطبق على الريكتانجل تول بيتطبق على باقي الأشكال. ولو ما شفتش الدرس اللينك موجود في أعلى الشاشة، ممكن ترجع له. هنيجي دلوقتي للفلير تول، الإضاءة. ديت بتساعدنا كتير لو احنا بنعمل إضاءة أو لمعة. يعني احنا دلوقتي لو معانا شكل زي ده، ان احنا هنعمل خلفية سمراء، وهجيب النجمة ولو جبت أداة الفلير تول تأثير، بس طبعا هنغير لون الخلفية، هنخلي الأبيض في الفلير تول. كده يبقى واضح معانا تأثير الإضاءة
ان انا ممكن اغير نظام الالوان عليها، مثلا لو خليته كلر دوج او هنخليه سكرين، ممكن نصغره. طب لو حبينا نغير في الالوان، الوان الاضاءة، من ريكالر ارت وورك هنضغط عليها هيظهر معانا الالوان. ابدا احدد الالوان اللي هشتغل عليها. يعني لو انا عايز اشتغل على الوان درجات الازرق، طبعا ده بتفيدنا كتير واحنا بنعمل لمعة او لمعان لحاجة معينة. وبالانكر بوينت اقدر اتحكم، بالدايركت سيلكت تول اقدر اتحكم في الراديوس اللي هو الاشعاعات اللي طالعة منه. طيب لو انا دلوقتي ضغطت ضغطة واحدة بالماوس، يعني اخترت الاداة كده، هنلاقي ظهر معانا السنتر والهالو. هنبدأ لو بدأنا نعدل فيه، خلينا الدايمتر مثلا 20، والبرايتنس زودنا الإضاءة، وخلينا الأشعة قللناها، والدواير قلنا له اوكي. طبعا الشكل اتغير كتير عما كنا شغالين لان احنا غيرنا في الخصائص بتاعته. طيب لو عايز ارجع للشكل الطبيعي، لو خلينا ده 100، ممكن نغير اتجاه الزاوية نخليها مثلا 120. ده مصدر الضوء وهنا مصدر الانعكاس. لو قلنا له ملتبلاي لونه هيختفي، هنخليه سكرين لو احنا بنشتغل على اضاءات. طبعا ممكن نغير اللون. وبكده يبقى احنا اتعرفنا على الفلير تول وكيفية استخدامها، وهنشوفها في تطبيقات كتير واحنا شغالين هتوضح معانا اكتر. اتعرفنا دلوقتي على الاشكال وقائمة الاشكال واللي موجود فيها وطريقة استخدامها وطريقة التحكم في الكنترول بانل والتعديل عليها. هننتقل بعد كده لقائمة البرش، أداة البينت براش تول، أداة الفرشة، ودي بتفيدنا كتير في الكتابة، في تأثيرات التايبوجراف والرسم على الإليستريتور. طبعا احنا اتعرفنا عليها في الفوتوشوب وطريقة استخدامها وبنستخدمها في ايه، في اختلافات كتير ما بينها وما بين الفوتوشوب. ولو حبيت تشوف درس الفوتوشوب هسيب لك اللينك في اعلى الشاشة. دلوقتي اول ما بختار أداة البراش بنلاحظ ان الكنترول بانل موجود بنفس الطريقة، ان انا وانا شغال البراش تشتغل على الستروك ما بتشتغلش على الفيل. وكل ما ازود الستروك، يعني مثلا لو هنشتغل هنا زي ما احنا مش شايفين كده، عشان شكل الفرشة. طب لو حبيت اغير شكل الفرشة، هنضغط على براش وهنختار الفرشة اللي هنشتغل عليها. يعني لو اخترنا مثلا ارتستيك كاليجراف، هنلاقي اشكال فرش كتير ممكن نشتغل عليها. يعني لو اخترنا الفرشة كده، اقدر احدد شكل الفرشة
يعني كده انا حددت الزاوية اللي انا هكتب بيها او هشتغل عليها بالشكل ده كده. ممكن مدى الاستدارة والحجم بتاعها، وهقول له اوكي. طبعا ده بنشوفه كتير في الشغل المخطوطات القرآنية والأسماء، إن أنا على حسب الشكل ممكن أكبر الفرشة. يعني لو زودت الاستروك، يعني لو بصمم لوجو معين، زي ما احنا مش شايفين، زي ما شفنا في أداة البرش كده احنا بنحدد الشكل اللي احنا بنشتغل عليه، وعرفنا ان هو بيتعامل مع السtroke. هنعمل دلوقتي طبعا ممكن اختار اشكال كتير. يعني مثلا لو انا رسمت مستطيل، رسمت شكل بالبين تول مثلا كده، شكل عشوائي، وعايز اغير شكل الستروك من اداة البرش، ممكن اختار. يعني مثلا لو اخترت كده، وبياخد حجم الفرشة اللي انا شغال عليها. يعني مثلا لو انا راسم مستطيل بالشكل ده، واخترت الشكل ده كده، لو كبرت الستروك هنلاحظ ان شكل الستروك والبرش كله اتغير. ممكن نغير اللون الشكل ده زي ما احنا شغالين كده. طيب انا عايز اثبت الشكل ده يبقى موجود معايا، ان انا هستخدمه في اي حاجة. ان انا مثلا اغير لونه، اخليه مثلا باللون ده كده. ان انا محتاج اخلي ده كشكل كمستطيل، ما يبقاش ستروك. بضغط على اوبجكت، واضغط على اكسباند ابيرنس. دلوقتي هو بقى شكل كامل معايا. يعني لو جينا كده عملنا كنترول سي، كنترول شيفت في، لسه فرونت، وصغرته بالشكل ده، وجبت اداة البلند، ضغطت مثلا هنا. وطبعا احنا ممكن نعدل في اداة البلند، ان احنا مثلا نخليه سبيسيفيك ستيب، هنخليه مثلا 8. اوكي، ظهر معانا بالشكل ده. ممكن نعدل في الإضاءة. طبعا أداة البلند هنشرحها بالتفصيل لما نيجي عليها، طريقة استخدامها. لو عملناه كده، ممكن يطلع لنا منظر جديد نشتغل عليه بالطريقة دي. يبقى معانا في أداة البرش، أول ما بنفتحها بنختار الفرشة اللي هشتغل عليها من قائمة البرش. يعني مثلا لو اخترت الفرشة دي، ضغطت عليها مرتين، تظهر معايا بالطريقة دي. ببدأ أحدد الاتجاه، الزاوية، وعرض الفرشة، والاستدارة بتاعتها، وحجمها. لو جيت أكتب كده، طبعا هو اللون متغير معانا عشان احنا مغيرين نظام الرؤية.
لو فتحنا هنا قلنا له خليناه نورمال وخليناه 100%. طبعا دي كتابة بشكل عشوائي. طبعا اللي بيستخدم تابلت أو البين تول هتساعده أكتر، أو البين مع الجهاز في الكتابة. ممكن نعمل تطبيق بسيط إن احنا هنكتب كلمة في تايب تول. ممكن ترجع تشوف درس تايب تول، هيظهر لينك في أعلى الشاشة. هنكتب كلمة مثلا بالعربي الرحمن. هنكبرها كده وهنقفلها. وممكن نحولها للستروك بس عشان نشوف اتجاه الخط. نروح يمين قافلينها، وهجيب البراش تول وابدأ اظبطها. ان انا مثلا هصغر السايز بتاعها، هقول له اوكي. ممكن نكبر السايز شوية، نخلي الزاوية مايلة بالشكل ده. وطبعا ممكن تعمل اشكال كتير تقدر تعدل عليها. يعني احنا لو جينا هنا زودنا الستروك، طبعا البرش مش هنقدر نعدل على الستروك، اسف، لان البرش بيبقى ليه ستايل معين هو شغال عليه، غير ما نكون شغالين بالبين تول. يعني انا بظبط اتجاه الفرشة. لو جيت ارسم كده بالبرش بعد التعديل بالشكل ده كده، ونقدر نعمل بيها اشكال كتير واحنا شغالين. يبقى كده اتعرفنا بشكل سريع على البرش وطريقة استخدامها. طبعا في اللايبراري الخاصة بالبرش بنلاقي اشكال كتيرة للبرش ممكن اشتغل بيها. يعني ممكن اشتغل مثلا بشكل زي ده. لو انا اخترت الشكل ده وبدأت البرش وعملت خط بالشكل ده كده، هتلاقيه ظهر معايا. يعني انا لو شغال كده على حسب البرش ما انا هشتغل عليه. يعني أنا لو محتاج ان احنا نمسح كلمة، لو جيت رسمت مربع كده، وده بنشوفه كتير واحنا شغالين في تصميمات الاطفال او تصميمات الانفوجرافيك، يعني على حسب الشكل اللي انا هختاره. طبعا لو دخلت هنا وضغطت عليه هنلاقي الاوبشن اتغير، اللي هو شكل الالوان. يعني بختار اللون، الروتيشن زيرو مثلا. انا بخلي السكاتر، لو قللت السكاتر قلت له بريفيو عشان اشوف، وقللت المسافات، هنلاقي الشكل اتغير معانا زي ما احنا شايفين. ممكن نستخدمها في حاجات كتير نفس الطريقة دي كده. وبكده يبقى احنا خلصنا درس النهاردة، وان شاء الله في الدرس الجاي هنكمل